مشاهدينا في كل مكان، سعدتم أوقاتا. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس أفورقي يبحث مع وفد مصري رفيع المستوى تعزيز العلاقات الثنائية. استعدادات واسعة في البلاد لاحتفالات الاستقلال. إقليم عنسبة يشهد تنفيذ مشاريع تنموية كبرى بأكثر من مليارين أفهم. مشاهدينا، ننتقل إلى تفاصيل النشرة. وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى إريتريا استغرقت يوما واحدا، وقد أجرى الوفد مباحثات معمقة تركزت حول تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. لمزيد من التفاصيل نتابع التقرير الذي أعده وقدمه الزميل صلاح الدين حسين. استقبل فخامة الرئيس السياسي أفورقي اليوم 16 من مايو في قاعة دندن بالعاصمة أسمرة وفدا رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وضم الوفد وزير النقل وعددا من المسؤولين وممثلي كبرى الشركات الاقتصادية والتجارية العاملة في مجالات النقل والطاقة والتعدين. وشارك في اللقاء وزير الخارجية الإريتري السيد عثمان صالح ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس قبريوت، إلى جانب وزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح ووزير النقل والاتصالات السيد تسفى سلاسي برهاني. وتركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية الشاملة بين البلدين إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس السياسي أفورقي أهمية تطوير العلاقات الإريترية المصرية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى استعداد إريتريا للتعاون مع الشركات الاقتصادية والتجارية المصرية لتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة. من جانبه أوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن الزيارة تعكس عمق علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين، مبينا أن التحركات الجارية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيسين السياسي أفورقي وعبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ووقعت إريتريا ومصر اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري وخدمات الموانئ، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب الإريتري وزير النقل والاتصالات السيد تسفى سلاسي برهاني، فيما وقعها عن الجانب المصري وزير النقل الفريق كامل الوزير، وذلك بحضور فخامة الرئيس السياسي أفورقي ووزير خارجية البلدين. كما عقد وزير الخارجية السيد عثمان صالح ونظيره المصري بدر عبد العاطي اجتماعا منفصلا بحث خلاله آليات تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأشار الوزير عثمان صالح إلى أهمية توقيت زيارة الوفد المصري في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. بدوره أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن إريتريا ومصر تتبنيان رؤى متقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية الإسراع في تنفيذ البرامج التنموية والاتفاقات المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين. وكان الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي قد وصل صباح اليوم السبت إلى مطار أسمرة الدولي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية السيد عثمان صالح. مشاهدينا الكرام، ستبث عقب نشرة 10 مباشرة مقابلة مفصلة أجريت مع وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي. أعلن مفوض الثقافة والريادة السفير زمد تخل القيام باستعدادات مكثفة على المستويين الوطني والإقليمي، وكذلك من قبل الجاليات الإريترية في الخارج للاحتفال بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا. وقال السفير زمد في تصريح لوكالة إرينا أن الاستعدادات قد أجريت تحت شعار صمودنا ضماننا، مشيرا إلى أن الاحتفالات استهلت حاليا بأسبوع الاستقلال في المدارس. وحول فعاليات الاحتفالات التي ستجري في أسمر على مستوى البلاد، أوضح السفير زمد سيتم يوم 19 من مايو إقامة عرض موسيقي حي في ساحة الفاتح من سبتمبر، مصحوب بمسيرات السكان تنطلق كل من منطقته، وبرنامج ثقافي في سينما روما في 20 من مايو، ومسرحية في سينما أزمرة يوم 21 من مايو، وحفلات راقصة يوم 22 و 23 من مايو في الشوارع الرئيسية، والحفلات الشعبية في إدارات الضواحي. كما سيقام معرض من جزئين بأسلوب فني يعكس مسيرة التصدي والتنمية.
في غضون ذلك تقدم وسائل الإعلام المحلية من 19 من أبريل برامج متنوعة بمناسبة أعياد الاستقلال تغطي مسيرة النضال التحرري من جميع جوانبه والتصدي للدفاع عن السيادة ومسيرة برامج التنمية الوطنية الشاملة في مراحلها المختلفة. شهد إقليم عنسبة تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تجاوزت تكلفتها ملياري نقفة، وذلك ضمن البرامج التي نفذتها الحكومة الإريترية خلال سنوات الاستقلال الماضية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية المتوازنة من مختلف المناطق. وأوضح المدير العام لقسم التنمية العمرانية بالإقليم السيد تخسي أسقدوم أن المشاريع المنفذة شملت إنشاء مؤسسات للخدمات الاجتماعية والسدود وإعداد مخططات تطوير المدن وإنشاء الطرق إلى جانب مشاريع خدمية وتنموية أخرى. وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار تشييد 141 سدا وخزانا بسعة تفوق 40 مليون متر مكعب، إضافة إلى بناء 191 مؤسسة تعليمية و41 مؤسسة صحية، فضلا عن إنشاء أكثر من 2200 كيلومتر من الطرق الترابية. كما شهدت مدينة كرن تنفيذ 22 كيلومترا من الطرق المعبدة داخل المدينة، إلى جانب إنشاء شبكة طرق ترابية محسنة تربط المدينة. وأشاد المسؤول بالدور الذي قامت به مختلف الجهات الحكومية في إنجاز هذه المشاريع، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ برامج تنموية أكبر عبر تعزيز القدرات الفنية والمهنية وتكثيف الجهود المشتركة. وفي ختام تصريحه أوضح السيد تخسي أن المشاريع المذكورة تم تنفيذها تحت إشراف قسم التنمية المعمارية، مشيرا إلى أن إجمالي البرامج التنموية المنفذة في الإقليم أوسع وأشمل من ذلك بكثير. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة أسبوع الشباب إدارات الضواحي في مديرية مصوعة تحت شعار ليوعى وينظم ويصلح الشباب. تضمنت فعاليات الأسبوع البرامج التعليمية والثقافية التنافسية وتراث القوميات والحياة المعيشية ومعارض الاختراعات والابتكار والدراما والشعر والرقصات التقليدية والندوات والمعلومات العامة وغيرها من الأنشطة. وأوضح مسؤول الاتحاد في المديرية السيد داوود تخلون في ختام الأسبوع الشبابي في 14 من مايو أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تعزيز وعي الشباب وتقوية تنظيمهم، وقدم شكره لكل من ساهم في نجاح الفعالية. وذكر مسؤول مدارس مصوع الأستاذ إسماعيل صالح أهمية تطوير الطلاب الروح والقيم الوطنية والابتكار والثقافة إلى جانب دراساتهم الأكاديمية. وأشار إلى أن تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق البرنامج من حيث المحتوى. وتم في الختام تقديم الجوائز للطلاب والمدارس الفائزة. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا هذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.